التكنولوجيا حاجة مهمة في حياتنا مفيش كلام، لكن في فرق بين استخدام التكنولوجيا وإنك بتبقى مدمن على التكنولوجيا. ودلوقتي هنتكلم على العلامات اللي بتبين لك إنك مدمن للتكنولوجيا. 1. من غير قصد بتدور على تليفونك بمجرد ما تسمع رن أو مكالمة أو رسالة. في فرق بين إنك تكون منتظر مكالمة أو إيميل مهم وبين إنك تشوفه عمال على بطال أي رسالة أو مكالمة. الاستجابة دي معناها إن التليفون بقى عندك عادة بتستجيب أوتوماتيكيا لأي مثير زي الكلب بتاع بافلو. 2. بتحس بالتوتر لو ما بصيتش في تليفونك بعد الرن. اتخيل إنك بتتكلم مع حد من صحابك وتليفونك في جيبك وحسيت برنة التنبيه اللي انت مش عارف هي رسالة ولا مكالمة ولا ايميل ولا حتى مجرد تنبيه من اي تطبيق عندك. هل بتحس برغبة في انك تطمن على تليفونك؟ هل الاحساس ده شديد لدرجة انك لازم تعمله؟ الرغبة دي بتشير الى ميل قهري، وكل ما طال بيك الوقت اللي ما اطمنتش فيه على تليفونك كل ما زاد عندك الاحساس بالتوتر. 3. بتحس بأعراض الانسحاب لو ما دخلتش اونلاين. ادمان الانترنت حقيقة وبيعاني منه الملايين من الناس، واللي لما بيتمنعوا من انهم يدخلوا على الانترنت بيحسوا بأعراض الانسحاب زي اللي بيعاني منه مدمن المخدرات. فهل بتحس بالاستثارة لما تبقى مش قادر تبقى اونلاين؟ هل بتحس برعشة لما تتمنع لمدة طويلة من الدخول على الانترنت؟ هل حياتك الاجتماعية اتأثرت بالوقت اللي بتقضيه على النت؟ لو الإجابة بأيوة يبقى عندك احتمال كبير إنك أدمنت. 4. يبقى عندك عادة التأخير أو الغياب عن الاجتماعات بسبب التكنولوجيا. التكنولوجيا ممكن تخليك منضبط أكتر، ففي آلاف من التطبيقات اللي ممكن تنزلها على تليفونك وتساعدك في إدارة وقتك وأجندتك اليومية. لكن الأدوات دي مساعدتها ضعيفة لمدمن التكنولوجيا، فاستخدامها بطريقة فعالة محتاج انضباط. السمة الصعبة على المدمن إنه يحافظ عليها لمدة طويلة. فعلى العكس هوس المدمن بتليفونه والإنترنت والألعاب الإلكترونية وعناوين الأخبار واليوتيوب والفيسبوك بتأثر بطريقة سلبية على الانضباط ده، وتخليه يتأخر وتتسبب إن الغير بيعتبروه شخص مش جدير بالاعتماد عليه. فهل أنت عادة بتتأخر عن المدرسة أو الشغل أو المواعيد بسبب إنك مشغول بتليفونك؟ فده دليل على إنك مدمن. 5. بتحس بالسعادة لما تدخل على المواقع الاجتماعية. لما تدخل على الفيسبوك وتحس بسعادة مفاجئة أو على التويتر أو الإنستجرام، فالإحساس ده بسبب إن هرمون الدوبامين بيمشي في الدوائر العصبية في مخك، وده إحساس مشابه للإدمان. فلو أنت بتحس بالسعادة لما تدخل على الموقع المفضل ليك، فده معناه إن مخك بيتعامل بنفس الطريقة اللي بيتعامل فيها المدمن. 6. بتشيل تليفونك في كل حتة حتى في الحمام. في فرق إنك تكون بتستمتع بالقراية حتى وإنت بتعمل حمام، لكن ده لو هتقعد شوية دقايق في الحمام، وبين إنك بتاخد التليفون معاك حتى لو هتخرج بعد ثواني، فده دليل على الهوس. هل بتشيل تليفونك كل مرة بتدخل الحمام؟ هل بتستخدم التليفون حتى في الحمامات العامة اللي فيها الناس بتخش تقضي حاجتها بسرعة وتشوف مصالحها؟ هل بتحس بالزعل لو نسيت تاخد التليفون معاك الحمام؟ لو إجابتك أيوة يبقى أنت وصلت يا معلم. 7. بتقلل من ساعات نومك عشان تقضي أطول وقت على الإنترنت. النوم واحد من الحاجات اللي بنتجاهلها لما نكون مشغولين، لكن ما بتتعملش غير في الضرورة، لأن النوم الكفاية هو الأساس علشان نقدر نشتغل كويس. فلو أنت مجهد فتركيزك وأدائك هيقل، سواء في الشغل أو الرياضة أو حتى في تبادل الكلام مع مراتك أو أولادك. إدمان التكنولوجيا بيضعف نومك. اسأل نفسك، هل حصل ولو مرة إنك سهرت متأخر علشان تشوف فيديوهات يوتيوب على السرير؟ هل حصل وبعت ماسنجر لأصحابك أو قضيت وقت على الفيسبوك أطول من اللازم حتى بعد لما طفيت النور ودخلت عشان تنام؟ هل فضلت تلعب فيديو جيم بعد ميعاد نومك العادي؟ طبعا إجابتك بأيوة على أي حاجة من دول فيها معناها إنك مدمن تكنولوجيا. 8. ما بقتش تشترك في النشاطات اللي كانت زمان بتسعدك. لما أصحابك يكلموك علشان تخرجوا سوا وتقول لأ لأنك عايز تفضل في البيت وتلعب على تليفونك، لما تقعد على الفيسبوك الوقت اللي كنت زمان بتقضيه في الرياضة أو الموسيقى أو اللعب مع أولادك، لما تشيت مع أصحابك بدل ما تتكلم مع مراتك اللي قاعدة جنبك،
العلامات المقلقة دي مؤشر قوي لإدمان التكنولوجيا، وإن بقية النشاطات ما بقتش تهمك، ومع الوقت أصحابك هيبعدوا، وأسرتك هتحس بالإهمال، وهواياتك القديمة هتتنسي. 9. مهاراتك الاجتماعية اتدهورت لدرجة إنك بقيت بتتضايق لو قاعد مع الغير. المختصين بيقولوا إن الإنترنت بيقلل الوقت اللي الواحد بيقضيه مع الغير، نتيجة إنه بيغير الطريقة اللي بتتواصل بيه معاهم، وفي كتير من الحالات بيقلل من القدرة على التواصل كليا. الآثار دي بتظهر بشكل أوضح في مدمن التكنولوجيا، لأنه بيستخدم الإنترنت كنوع من الهروب وتقليل المواجهة بتاعة التفاعل الاجتماعي، وكلما قضى وقت أطول أونلاين كلما قلت عنده مهارات التواصل، ويبقى أقل قدرة على إنه يحافظ على التواصل البصري، وأكتر توتر لما يتكلم مع الغير، لدرجة إنه حتى بيتجنب التواصل المباشر تماما ويفضل التواصل عن طريق الأونلاين. اسأل نفسك، هل بتحس بعدم الراحة في المناسبات الاجتماعية؟ ولا بتحس بالسعادة لما تعمل حوار مع حد؟ هل عندك تواصل كويس مع الناس اللي بيكونوا معاك؟ لو لأ، يبقى ده وقت إنك تسيب تليفونك وتقفل الكمبيوتر وتسيب دراعات الفيديو جيم. 10. سبق وحاولت مرة واتنين وتلاتة إنك تقلل وقت استخدام التكنولوجيا لكنك فشلت. أغلبنا عنده نقط ضعف، منها السجاير، وفي ناس لسه نقطة ضعفهم القمار أو الخمر أو المخدرات. ونقط الضعف دي بتشترك في حاجة مهمة، إنها صعب إنك تتخلص منها. فكر في آخر مرة عملت رجيم وبطلت أكل الشارع والمقليات والحاجات اللي مش صحية، وهتلاقي نفسك رجعت ليها كذا مرة في مشوار الرجيم. وده بيمشي على كل أنواع الإدمان، حتى الهوس باستعمال المحمول والإنترنت والمواقع الاجتماعية. فلو انت حاولت انك تقلل من وقت استخدام الإنترنت لكنك فشلت كذا مرة، فده دليل على الإدمان، وإنك بتعاني من إجبار نفسي لده. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.